أهلاً بيكم في برنامج معلومة في كبسولة. معاكم الدكتورة رضوى يسري، دكتورة صيدلانية. هنا هتاخدوا معلومات طبية دقيقة، سهلة ومن غير تعقيد، لأن صحتك أغلى والمعرفة دايماً في متناولك. الدواء مش لبانة، ومش كل واحد يتعامل معاه كأنه حاجة بسيطة. في الحلقة دي هنتكلم عن أخطاء ناس كتير بتقع فيها وممكن تؤذيهم جداً. أول غلطة، ناس بتوقف المضاد الحيوي أول ما تحس إنها خفت، وده غلط قاتل. البكتيريا بترجع أقوى وساعات ما ينفعش نسيطر عليها بعد كده. تاخد دواء للضغط ومعاه دواء للبرد من غير ما تسأل، ممكن يحصل تفاعل بينهم يبوظ لك الكلى أو يسبب مضاعفات خطيرة. تستخدم دواء منتهي عشان شكله كويس، الدواء ده ممكن يكون فقد فاعليته أو بقى خطر فعلاً. صاحبك خد الدواء ده وبقى زي الفل، ده مش معناه إنه هينفعك. كل جسم مختلف وممكن الدواء يكون خطر عليك. الدواء في العربية أو المطبخ، الحرارة ممكن تبوظ تركيبه وتخليه عديم الفايدة. الدواء مش لبانة ولا حاجة تتلعب بيها. اسأل دايماً الصيدلي أو الدكتور وما تخاطرش بصحتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من معلومة في كبسولة. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمعلومة الخفيفة والمفيدة اللي قدمناها لكم اليوم. أنا الدكتورة رضوى، بشكركم على وقتكم الجميل، وبأفكركم دايماً صحتك أمانة وعلمك قوتك. ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا آراءكم وأسئلتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة ومعلومة جديدة.